تعالوا بقى النهارده نعمل كده الجمبري بتاع المطاعم. نعمله في البيت بشكل وتتبيله حلوه جدا، وكمان هنعمل معاه رز. معايا هنا كده جمبري وسط. تمام، هنشيل بقى الراس بتاعته وهنقشر الجمبري. شايفين بالشكل ده. هننضفه بقى كويس ونقشر الجمبري كده ونشيل القشره من عليه. وبعدين بقى هنجيب سكينه، شايفه او كده قشرناها اهو بالشكل ده. هنجيب سكينة بقى نفتحه كده من الظهر ونشيل الحبل الرملي اللي فيه علشان يبقى نضيف معايا وانا بسويه. شايفة بالشكل ده بيطلع هو حاجة كده رفيعة جدا وخفيفة جدا. شايفين بقى ده شكل الجمبري بعد ما غسلناه كويس جدا. وطبعا قشر الجمبري مش بيترمي، بنغسله كمان وبنسلقه بالشكل ده عشان نطلع منه الشوربة. طبعا بنضيف ورق لوري وبصل وحبهان وفلفل اسود وبتطلع معايا شوربه جميله جدا. معايا هنا بصله كبيره كده ومعاها فصين من الثوم كبار، عليهم طبعا معلقتين 3 من الزيت. هنقلب كويس جدا لغايه اما البصله دي تاخد لون احمر كده غامق شويه علشان الرز يطلع معاكي حلو وطعمه جميل. بيبقى البصله بتاعته لازم تحمر شويه. شايفين هتبقى معايا بالشكل ده. هنزل عليها بقى كده بالرز. طبعا ده نص كيلو من الرز المغسول ومصفي. تمام، هنقلب كويس جدا بالشكل اللي انتوا شايفينه. وطبعا الشوربه بتاعت الجمبري هي اللي هنحطها على الرز علشان تديك الطعم الجميل بتاع الجمبري، وهيبقى رز خطير. شايفين بالشكل ده. هنزل بقى دلوقتي كده بالشوربه، وهضيف عليهم بقى هنا كمان معلقه كده صغيره من الصلصه بالشكل ده، وهقلب كمان. وهنزل بقى هنا بمعلقه صغيره من الملح ومعلقه صغيره من بهارات السمك ومعلقه فلفل صغيره. تمام كده هيبقى معايا التوابل مظبوطه جدا. وهنقلب بقى ونسيبه كده بعد ما يغلي على نار هاديه لغايه ما يستوي. نيجي بقى هنا للجمبري، هنضيف كده معلقه من الكزبره المطحونه، وهنزل عليها كمان معلقه كده فلفل اسمر صغيره، وهننزل بمعلقه صغيره كمان من الكمون، وهنزل بقى بمعلقه كبيره كده من المستردة. المستردة هنا بتدي طعم حلو جدا للجمبري. شايفين بالشكل ده. وهنزل بقى بمعلقه كده من الثوم، وهضيف عليها بعد كده عصرة نص ليمونة، وهقلب بقى الكلام ده كويس جدا جدا مع بعض بالشكل ده. بعدين بقى هنا هنزل بشوية ملح، وهنزل بقى هنا كده بمعلقتين من الدقيق كويسين كده كبار او 3 معالق كبار. وبعدين هقلب بقى الجمبري، وهنزل عليه كمان بربع كوبايه كده من الميه لغايه ما يبقى معايا الصوص ده. وهنزل عليهم كمان بنص معلقه صغيره من الكركم. تمام، وهنقلب بقى كويس جدا كده، وهنسيبه بقى في التتبيله. هجيب هنا بقى نص كوبايه كده من الدقيق، ضفت عليها 3 معالق من النشا بالشكل اللي انتوا شايفينه او معلقتين، وهنزل عليهم بالملح. طبعا نفس التوابل اللي حطيناها في الجمبري هنحطها في الدقيق مع النشا. هنا نص معلقه من الكمون، هنضيف عليها نص معلقه من الفلفل الاسمر، وكمان نص معلقه من الكزبره، ونص معلقه صغيره كده من الكركم علشان يديني اللون الجميل بتاع الجمبري. هاخد بقى كده الجمبري من التتبيله دي وهنزل بيها كده في الدقيق والنشا، وهتبله كويس جدا. وبعدين بقى كده هنتبله كويس طبعا في الدقيق. ولو عندك بقى علبه او كيس تضيفي فيها الدقيق مع الجمبري وترجيهم كده كويس، هيطلع معاكي الكفر حلو جدا بتاعه. وبعدين بقى كده في زيت بقى سخن، يكون سخن كويس علشان الجمبري ما بياخدش اي وقت. وهننزل على طول كده في الطاسه بالجمبري زي ما انتم شايفين، ويدوب الجمبري هياخد 3-4 دقايق ويكون استوى معايا. شايفه اهو بالشكل ده. هرص بقى كل الكميه بتاعه الجمبري اللي انا تبلتها. طبعا ترصي كده كميه مش كبيره علشان تعرفي تقلبيها وتاخد ما تاخدش معاكي وقت وتطلع معاكي مظبوطه. شايفه هيطلع معانا بقى بالشكل ده اهو. هقلبه بقى كده تقليبه كده. بعد ما يثبت بقى من تحت كده كفر عليه، هنقلب الجمبري بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. شايفين بقى ده بقى اخد اللون هنا خلاص. شايفين الجمال واللون بتاعه عامل ازاي. هنصفيه بقى كده على مناديل مطبخ. وبعدين كمان طلع كريسبي وطعمه حلو جدا. شايفين كمان ده الرز اهو استوى معايا ومفلفل ازاي وما تعجنش وطالع مظبوط جدا جدا. شايفين اهو. هنبدأ بقى دلوقتي نغرفه كده في البولة دي علشان نخلي كده شكل البولة بتاعتنا شكلها حلو او الطبق. شايفين ده شكل الجمبري اهو بعد ما خرج اهو. ادي ده شكل الرز. هنضيف عليه كده شرايح من ليمون وكمان حبة صغيرة كده من الشبت والبقدونس عشان يديله شكل كمان جمالي اهو.
شايفين بقى كده. اتمنى بقى انتوا تجربوا الوصفة دي وتعجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناة علشان يوصلكم كل